اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا جماعه هعمل لكم مفاجاه حلوه قوي. هنعمل النهارده سمك مكرونه. طبعا كتير منا مش عارفينه، بس هقول لكم. طبعا حطاه في يجي 5 اكياس عشان ريحته. وعشان الزفاره والحاجات دي لازم تحطيه في كام كيس جوا كيس كده، عشان بس الريحه وكده. زي ما انتم شايفينه ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان هو طعمه حلو وسمك نظيف جدا، من انضف الاسماك، يعني بتاكلش حاجه وحشه. السمك دوت بياكل بسارية، يعني انا كل ما اجي انضفه الاقي جواه بسارية. ما شاء الله حلو جدا. عايزه اقول لكم ان احنا طبعا لازم نغسله كويس جدا قبل ما اعمله. هو علشان طبعا ريحته يعني بقى زفاره جامد. طبعا عشان ما نزفرش الشقه بتاعتنا وكده نزلنا الدور الارضي عملنا فيه. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله السمكية ماسكه نفسها حلوه. طبعا هنبدا ننضف دلوقتي. انا هنضف قدام منكم واحد او اتنين، وبعد كده بقى ايه هشمر واعمله، علشان طبعا اعمله حلو قوي. وزي ما انتم شايفين هي طريقة تنظيفه سهلة جدا. طبعا الظهر زي ما انتم شايفين بتعمل كده، ممكن تعملي بسكينة بالمقص اللي في ايدك عادي. يعني حاجات بسيطة جدا فيه. طبعا احنا عودناكم ان قناتنا قناة متنوعة، انا مش محتوى واحد. اي حاجة مفيدة للناس هقدمها، اي حاجة يعني فيها يعني الكل يستفيد منها طبعا. أنا ما حبيتش ان اتخصص في حاجة واحدة يعني. وزي ما انتم شايفين انا ماسكاه بالراحة بس عشان ان انا ايدي ما تصفرش وتتبهدل. انا بوريكم قدام الكاميرا، وبعد كده بقى يعني هقوم اغيره واعمل عشان اعمله براحتي يعني. ما شاء الله. وزي ما انا قلت لكم بصوا هو بخرج من جواه بسارية، يعني حاجه بسيطه جدا. مفيش واحده انا ما طلعتهاش الا يكون في بقها بسارية بطنها بسارية كده يعني. طبعا الناس اللي ما تعرفش البسارية ده يا جماعه نوع من انواع السمك صغير جدا. طعمه حلو خالص برضه، انا عملته انا قبل كده. سمك المكرونه تنظيفه سهل جدا، مفيش اي حاجه فيه يعني، بسيط تتنضف بسرعه. طبعا انا جبت كيسه حطيتها عشان خاطر الزفاره، يعني ما تعملش جامد على الحوض وكده. خلاص يا جماعه كده هو ما شاء الله نضف. بس انا حطيته ونقعته في خل وطماطم وملح وليمون. وعايزه اقول لكم برضه انا بحط عليه برتقان، عشان لو حد عايز يسال يعني. لا البرتقان علشان بيمتص الزفاره اكتر. بصوا اي برتقانه بقى تكون ادمت عندك شويه مش عارفه بقى محدش يرمي حاجه، اغسليه بيها بيشيل كل الزفاره اللي في اي حاجه. ما شاء الله شايفين بينضف ويبقى فله. هنسيبه بقى شويه في الميه، بعدين بقى نملحه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله. هنا كده بقى ملحناه. وبعدين بقى زي ما انتوا عارفين الدقة كلنا عارفينها، فلفل ليمون، ممكن لو عندك بقدونس، شوية كمون توم. اعملوا كله في الكبة وخلاص، بحطي ما شاء الله بيدي ريحة حلوة جميلة خالص. طبعا هنبدأ بقى نحطه في الدقيق ونحطه في الزيت ونحمره. طبعا الفقرة دي انا ما صورتهاش
جبت لكم هو جاهز على طول، لان انا بصراحه كنت مستعجله جدا. ما شاء الله، بألف هنا. جربوها تحبوا جدا. مش عايزه اقول لكم ان كان طعمه ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.